ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل مره اقول لكم يا جماعه انا اسفه على الدوشه اللي بتكون في الشارع، بيبقى فيه اصوات عاليه قوي، فسامحوني واعذروني. عاملين ايه النهارده؟ يا رب يومكم يكون حلو عليكم. النهارده انا هعمل معاكم زبادي يا جماعه. انا اول مره انا صحيت من النوم قررت انا النهارده عايزه اعمل زبادي. اللي خلاني طبعا ان انا اقرر حاجه زي كده او ان انا ابقى نفسي اجرب حاجه زي كده بنتي، يعني اللي هو انا عايزه اعمل لها حاجه تكون طبيعيه ما فيهاش مواد حافظه، لان انا لحد دلوقتي والحمد لله الحمد لله يا رب افضل كده على طول ما بديهاش اي حاجه فيها مواد حافظه. وناس كتيره بتقولي اديها بسكوت خفيف، اديها حاجات كده. لحد دلوقتي محافظة على الموضوع ده، يا رب اقدر استمر، لان طبعا هي كل ما بتكبر وبتعرف وبتشوف ناس وكده فممكن ما اقدرش بعد كده ما تكبر شوية، بس لحد دلوقتي بحاول ما اكلهاش حاجات فيها مواد حافظة. فانا عشان كده قررت ان انا اعمل زبادي في البيت. هجرب يا رب تتظبط معايا عشان اول مرة اعملها. مرات اخويا بتعرف تعملها فقالت لي اعملها ازاي، فانا هجربها على الطريقه بتاعتها ان شاء الله تتظبط يعني. وطبعا زي ما بنعمل كل مره هفطر معاكم الاول لان انا جعانه جدا صاحيه من النوم عايزه اكل، فهعمل حاجه اكلها بسرعه. لسه هشوف يومي هيمشي ازاي والدنيا هتبقى عامله ازاي. تابعوا الفيديو للاخر. ما تنسيش لو انت اول مره تيجي وتشوفي القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس، اعملي لايك للفيديو ده، لايك حلو زيك وكومنت حلو زيك شجعيني فيه. ويلا نبدا. انا في العادي اول ما بصحى بشرب شاي بلبن، يعني دي حاجه اساسيه بالنسبه لي. بس حسيت ان انا جعانه عايزه اعمل سندوتش اكله. وقلت ممكن بعدين ابقى اشرب شاي بلبن، بس وقتها كنت محتاجه اكل اي حاجه بسيطه كده، لان انا لما بصحى من النوم ما بكونش عارفه اكل. فعشان كده عملت بس يعني حاجه تتعمل سندوتش كده، فقلت اقلي بيض. وانا مؤخرا بقيت احب اعمله كده، اللي هو بكسره في الطاسه على طول واحط له البهارات وبس يعني. وحطيت معاه عيش زي ما انتوا شايفين. اورنج لايت عالي شويه علشان احطها على الركنه يعني مش عارفه اظبطه شويه. المهم ان انا ما كانش ينفع اشربش قهوه، فعملت كوبايه قهوه. وقلت احكي معاكم شويه عن حاجه انا كنت بعملها الفتره دي، الحمد لله حاسه ان هي مساعداني جدا وعامله معايا فرق. لو انتوا حاسين ان انتوا عايزين تنجزوا في اي حاجه عموما، اعملوا لكل حاجه وقت معين. مثلا هديكم مثل عبيط قوي على اللي انا بعمله وانتوا على ده قيسوا بقى على كل حاجه. ناويه ان انا اروق النهارده مثلا كام حاجه في الشقه وعايزه انجزها واخلصها، مش عايزه احس باحباط ان انا مخلصتش، فبخلي لكل حاجه وقت معين. الصاله بديها تلت ساعه مثلا، لان انا الصاله عندي بتكون مبهدله اكتر حاجه. اوضه الاطفال بما ان محدش بيخشها قوي فبديها 10 دقايق مثلا، 5 دقايق كده. ما خلصتش في الوقت اللي انا مديه لنفسي ده بسيب الحاجه اللي انا بعملها وبخش على بعدها على طول. فدي الحاجه دي مساعداني الفتره دي قوي قوي قوي، فعلشان كده قلت اقول لكم عليها يمكن انتوا تستفادوا. طبعا انا حابه ان انا عامله القناه دي عشان افيدكم معايا. طبعا انا بديكم مثلا على حاجه انا بعملها مع نفسي، لكن انت مثلا واحده وراكي مذاكره، ادي لكل ماده وقت، ادي لكل وراكي جزء معين عايزه تخلصيه، وراكي جزء عايزه ترجعيه، وراكي شيت عايزه تعمليه، ادي لكل جزء وقت. وقولي انا في الوقت ده في النص ساعه دي في الساعه دي انت طبعا عارفه الماده بتاعتك وعارفه صعوبتها وعارفه سهولتها، يعني عارفه الماده دي صعبه الماده دي سهله. ادي لكل ماده مثلا هدي وقت ماده نص ساعه، نص ساعه دي تخلص هشوف اللي بعدها على طول. فانت بتلاقي انت نفسك بتتحدي نفسك علشان تخلصي، وده بيخليكي تنجزي، يعني بيخليكي تتحدي نفسك وتنجزي. خلونا نخلص القهوه واروح اعمل الزبادي، يا رب تتظبط يا رب. هنا بقى بدأت اعمل الزبادي. انا الاول حطيته في معيار علشان كنت عايزه اعرف انا حطيت قد ايه. كنت فاكره ان اللبن هيكون نص كيلو 500 يعني، عشان دي البتاعه دي بتاعه الهاند بلندر عندي، فبتبقى متعيره كده متقسمه. فانا بعد ما حطيت اللبن اصلا كنت مدفيه حاجه بسيطه، لقيتهم 400. فالكميه اللي انا عاملاها دي 400 مش 500، انا كنت فاكره ان هما 500 يعني. اللبن زي ما قلت لكم دافي شويه بس مش سخن قوي عشان ما يبوظش التخميره نفسها بتاعه الزبادي يعني وكده. كنت شايله قد معلقتين صغيرين زبادي، يعني كأنها معلقه كبيره. بصوا عملت ازاي بوظت الدنيا. المهم ان انا حطيت يعني هنقول بقى معلقه كبيره من الزبادي على اللي هما ال400 دول من اللبن، وقلبتهم كويس كده في اللبن علشان يعني الزبادي تدوب كده شويه. وجبت بقى المجات دي اللي انا هوريها لكم دلوقتي. حسيت ان هي حجمها قريب شويه، طبعا مش قوي يعني هي صغيره شويه، بس دي بالنسبه للحاجات اللي عندنا اقرب حاجه لعلبه الزبادي. هي طبعا الزبادي اكبر منها، هي مش قد العلبه بالظبط يعني. حتى انا قلت اجرب كده، حطيت حبه في العلبه اللي هي بتاعه الزبادي وفضيتها كده في المج او في الفنجان الصغنن ده.
لقيت ان هي لا، العلبه بتاعه الزبادي اكبر، يعني بصوا في حبه بقت جوه كده شويه. بس قلت مش مشكله، لان اصلا ميان ما بتاكلش، يعني ما بتخلصش علبه الزبادي اللي هي اللي بره كلها. هنا وانا بفضي بقى في المج التاني ده، اكتشفت ان الزبادي ما دابتش كويس، فهي كده هتتفضى في حاجه معينه مثلا في مج واحد، والباقي مش هيكون فيه زبادي فمش هيتخمر. فانا رحت مرجعهم تاني وقعدت بقى اقلب كده شويه علشان ادوب الزبادي اللي هي اللي ما دابتش دي. وقعدت اعمل بقى كتير، حاولت ان انا يعني ادوبها، وقعدت كده استكشف لسه في حاجه دايبت او لا وكده. انا اتاكدت بالمعلقه ان خلاص كل الزبادي دابت في اللبن، رجعت افضي تاني في المجات الصغيره دي. آم، انا المجات دي عملت منها تقريبا او 6، او يعني 6 مجات. اتملوا كده باللبن اللي احنا عملناه، اللي هم 400 ملي. يعني يعتبر نص كيلو الا 100 ملي يعني. يعني هنقول نص كيلو مثلا، نص كيلو الا حبه. بس وانا اصلا كنت مدفيه الفرن، دفيته شويه، يعني سخنته كده، اللي هو شغلته كده حبه ورحت سبته، قفلته وسبته شويه بحيث ان هو يبقى دافي، علشان الخميره اللي هي اللي موجوده في الزبادي تشتغل بقى في اللبن. انا دورت على الكوبايات اللي هي بتاعه الزبادي في مكان جنبي يعني، وما كانش فيه. فقلت خلاص خليني اجربها الاول، لو اتظبطت معايا هنزل بقى يعني هدور كويس وكده، لان انا سالت زي ما بقول لكم في محل يعني جنبي، مش ما دورتش يعني وكده. فانا دلوقتي خلاص اهو، بصوا صبيت الزبادي ودخله في الفرن دلوقتي، ونسيبه بقى يتخمر ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، وان شاء الله يتظبط معايا زي ما انا عماله ادعي لكم طول الفيديو ان هو ان شاء الله تتظبط، ان شاء الله تتظبط. اقول لكم ان انا اكتشفت ان انا حطيت زبادي تانية غير اللي انا كنت سايباها للزبادي دي اصلا، يعني كنت سايبه زبادي اكتر شويه، واكتشفت ان انا حطيت علبه تانية يعني كانت موجوده وكده. هنا انا بصوا بصيت عليها بعد 4 ساعات، ما شاء الله بصوا جمدت ازاي. طبعا هي ما خمرتش، اللي هو بقت متماسكه قوي زي الزبادي، بس بصوا يعني انا بميلها كده وكده ما بقتش لبن، بقت ماسكه نفسها كده شويه. بصوا بقى يا جماعه، يعني بسم الله ما شاء الله، النتيجه بهرتني وتحفه جدا. بصوا بصوا زي الزبادي بالظبط بالظبط، حتى يعني طالع منها اللي هي الميه دي. بصوا قربت لكم منها ازاي، بصوا تحفه تحفه يا جماعه، تحفه ما شاء الله. عجباني جدا علشان انا اول مره طبعا اعملها زي ما قلت لكم، والنتيجه ابهرتني. من معلقه زبادي واحده عملنا 6 كوبايات، ما شاء الله ما شاء الله. بصوا كلهم متخمرين يعني ما شاء الله عليهم. بصوا انا متحمسه جدا وعايزه ادوق بقى، عايزه ادوق كده واشوف الطعم. تحفه يا جماعه ما شاء الله، حلوه جدا. بصوا قوامها، مش عارفه الموبايل ليه مش بيعمل فوكس، بس بصوا قوامها زبادي، من زبادي حلوه جدا. مم. حاسه ان هي محتاجه تتخمر شويه بسيطه تاني. بصوا اهي، هسيبها تتخمر تاني. احنا دلوقتي هشوف عدى كام عشان مش متاكده بالظبط، وهقول لكم، هكتب لكم يعني وكده. بس هسيبها كمان شويه في الفرن. كل ما الفرن ما بيبرد بروح مسخناه كده، مدفيه يعني بسيط، واروح حطاهم يعني او سايباهم في السخونيه. مش عارفه هما بياخدوا الوقت الكتير ده، ولا علشان انا مثلا حطيت يعتبر مقام معلقه واحده زبادي، كانت محتاجه ممكن اكتر، معلقتين مثلا او كده كبار يعني مش صغيرين زي ما انا حطيت. ولكن عجباني جدا جدا ما شاء الله بجد، وانا مبسوطه لان انا اول مره اعملها. ده خلاني ان انا خلاص كده انا هشتري الكوبايات بتاعه الزبادي، هدور عليها، لان زي ما قلت لكم كنت سالت عليها في محل يعني جنبنا، ما كانش عنده. انا عايزه اغطيهم يعني، مش عايزاهم يفضلوا كده مكشوفين لما احطهم في التلاجة، خصوصا انهم 6، وخصوصا ان انا ماليش قوي في الزبادي. ف يعني هاكل بس مش اللي هو كتير قوي، فهيفضلوا في التلاجة كذا يوم، انتوا فاهمين قصدي. وميان كانت بتاكل نص كوبايه لما كنا بنجيب لها اللي هي العلبه الجاهزه، بتاكل نص بالظبط، مش بتاكل اكتر من كده. فهدور ان شاء الله على علب او كوبايات تكون بغطا، بحيث ان احنا نعمل الفتره الجايه زبادي كتير جدا. قلبي وخدوا احلى لايك. لايك.